الحرب العالمية الثالثة في الثنية، واحنا على ابواب حدوث حرب عالمية جديدة، واغلب الدول ماهيش في استقرار خاطر جاء وقت الحرب العالمية الثالثة. يا سيدي عالسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. وينكم يا جماعة الخير؟ عندي برشا مريتش الوجوه النايرة ذوم، ولا قول انا وين مشيت. صحيح شباب، اخر فيديو هبطناه في اول الصيف، ان شاء الله نرجعنا الفيديوهات شباب متحمسين. هذاك علاش ما تنساش باش تخلونا كلايك وهبط تخلينا سبسكرايب، وما تنساش باش تنزل على الجرس باش يجوك فيديوهاتنا جدد، خاطر شباب عودة بقوة ان شاء الله. باهي، في الفيديو هذا باش نقول لكم شنو باش يصير كان صارت الحرب العالمية الثالثة، ووقتاش باش تصير الحرب هذه، وعلاش فما حاجة اصلا اسمها الحرب العالمية. اول حاجة باش نفسرها لكم شنو هي الحرب العالمية، وشكون اخترع فكرة الحرب العالمية، وعلاش البشر خلقوا حاجة اسمها الحرب العالمية. الحرب العالمية هي من الاول كانت فكرة عادي جدا، اما فكرة على الحين. علاش؟ خاطر تو سامبلومون مش عليه واحد راسه محلول باش يداوي روحه زاد ضرب راسه حل. هكاك بالضبط الحرب العالمية عملوها باش يوقفوا بها حروب اخرى، يعني الحرب هذه لازمنا نعملوها باش نوقفوا بها الحروب الكل. بالطبيعة الفكرة هذه كانت قبل 1914، خاطر بعد 1914 بدات الحرب العالمية الاولى وخلت الناس ما عادش يحسوا بالامان في حتى بلاصه. وبالطبيعه الحرب هذه قعدت الاربع سنين حتى 1918، ووقتها بالطبيعه ما كانتش اسمها الحرب العالميه الاولى، خاطر لا كانت فما حرب عالميه لا ثانيه لا كانت فما حرب عالميه ثالثه، اما كانوا يسميوها بالحرب العظمى. كما قلت لك كانت فكره الحرب هذه انها توقف الحروب الكل، وبعدها ما عادش فما حتى حرب جمله. تو نجيو نشوفوا نلقاو صارت حرب عالميه ثانيه وقادمين على الحرب العالميه الثالثه، كيفاش الله اعلم. تو الناس الكل عايشه في خير وخمير، في بالهم الحروب مشات مع الحرب العالميه الاولى، تك في 1939 حرب عالمية ثانية. قالوا لك عملوا الحرب العالمية باش يوقفوا بها الحروب. حرب عالمية ثانية، حرب عالمية ثانية، وين وقفتوهم الحروب؟ وين وقفتوهم الحروب؟ وفات الحرب هذه في عام 1945، توا عاد ارتحنا وفات الحروب، حرب عالمية أولى حرب عالمية ثانية كهو زين، جات الحرب الباردة. ودي تخش عليهم كانوا عاملين عليهم بالعاني، يعملوا حرب باش يوقفوا بحرب يطلع لهم حرب. حرب. تو باش نقول لكم كيفاش تصير الحرب العالميه. في الحرب العالميه يكونوا فما دول متحالفين مع بعضهم. باهي باش نزيد نفسر لكم، تو نحنا باش نفسروها كعباء. انا اي واحد يمسني هاك انت معاي، وانت اي واحد يمسك هاني انا معاه، وهكاك بقيت الدول الكل. كل دوله عندها دوله واحده اخرى تدافع عليها، والاخرى كيف باهي مثلا الدوله الفلانيه كيف تضرب الدوله الفلانيه، ما ترجعش عليها كان الدوله الفلانيه، ترجع عليها الدوله الفلانيه وتزيد ترجع عليها الدوله اللي متفاهمه معاها. وكيف يرجعوا عليها الدوله هذه تكون زاده هي متفاهمه مع دوله واحده اخرى. نتصوركم فهمتوني. ابسطها لك. حاسيلو كان واحد ضربني هاكي معاي، وكان واحد ضرب هاني معاه، حاسيلو يوليو الاربعه يضربوا في بعض، هذيك جابت هذيك باش يضرب هذيك، وهذيك جابت هذيك باش يضرب هذيك. تو راكم ما فهمتونيش. ولهنا تبدا تتشكل الحرب العالميه. باهي تو نجيو لشنو يصير كيف تصير الحرب العالميه. في اول ربع ساعه الناس الكل باش تشد ديارها وحتى حد ما يخرج من دار، وبعد 12 ساعه باش تتسكر الحدود الكل، الجويه البحريه والبريه، وباش تتطور مخاوف الناس من الاسلحه النوويه. وبعد نهار كامل الناس اللي عندها الفلوس باش يتخباو تحت الارض. زعما علاش؟ خاطر عادي جدا، هما عندهم الفلوس، هما حقهم يعيشوا، نحنا ما حقناش نعيشوا. هما بركه لازمهم يعيشوا في الحروب والفازات هكاك، هما بركه لازمهم يعيشوا، ما نحبش نتشن. وبعد نهارين باش يتقصوا جميع انواع الاتصال على العالم الكل، يعني باش تصير حاجه مثلا بحذاك في دوله مجاوره ماكش باش تعرف عليها حتى شيء، العالم باش يولي يعيش في ظلام تام، وهذه اكبر المخاوف. وفي النهار الثالث باش يبداو يحاربوا بالاسلحه النوويه، هذاك يطيش عليه قنبله مغادي وهذاك يطيش عليه قنبله مغادي. وفي النهار الرابع الهواء باش يولي سام، باش ينتشر دخان كبير ياسر، وما عادش باش توصل لنا اشعه الشمس كما قبل، والناس الكل نعرفوا مخاطر كما توصلناش اشعه الشمس. وبعد جمعه باش ينقص انتاج الغذاء، يعني ما عادش باش نلقاو لا ماء لا خبز لا ماكله لا لحم لا حتى شيء، ولهنا باش تتضرر السلسله الغذائيه. وبعد شهر باش تتدمر طبقه الاوزون. وبعد عام الحرب باش نلقاو فما برشا ناس ما عادش موجودين بالمئات والالاف والمليارات. باهي تو نحب نقول لكم من وجهه نظري انا انه الحروبات هذه ماهيش باش تكون سبب لفناء البشريه، وانه الارض الجميله هذه اللي خلقها ربي سبحانه وتعالى واحنا فسدناها، وانه البشريه مش باش تنتهي الا في يوم يتسمى يوم القيامه. في الفيديو هذا حاولت قدر المستطاع اني نفسر لكم من وين جات الحروب العالميه، وكيفاه جات فكره الحرب العالميه، وعلاه جات اصلا، وشنو هي النوايا ورا الحرب العالميه. هذاك علاش كان عجبك الفيديو ما تنساش باش تخلي لنا لايك، وما تنساش باش تشاركنا بكومنتير اللوطه، تقولنا فيش رايك في الفيديو هذا، وتقولنا شنو هي رايك في العوده نتاعنا بعد الغياب هذا الكل. ما تنساش باش تشارك الفيديو مع اصحابك الكل، ما تنساش باش تخلي لنا لايك. كثرت عليكم باش ما تنساش شباب. دمتم في امان الله، مع السلامه.